ممفيس ديباي يطلب المغادرة من برشلونة وهناك من يهتم. ليفاندوفسكي مهدد بخسارة قمة الليغا. ممفيس ديباي يطلب المغادرة من برشلونة وهناك من يهتم. المهاجم الذي لم يكن له حضور من الناحية العملية هذا الموسم كان على وشك الرحيل في الصيف. مونفيس يطلب مغادرة برشلونة مجانا في يناير، ومانشستر يونايتد وتوتنهام منتبهين لموقف المهاجم الهولندي. لم يعد بإمكان مونفيس اللعب بقميص برشلونة. اللاعب الهولندي كان غير متاح تقريبا بسبب الإصابة، وسيعود للظهور في المونديال، على الرغم من أنه يبدو أنه لن يعود إلى نادي البارسا. وفقا لصدى سبور، المهاجم قد طلب بالفعل مغادرة الكامب نو في هذا السوق الشتوي ببطاقة الحرية، وقبل 6 أشهر من انتهاء العقد. مونفيس كان بالفعل على وشك الرحيل في الصيف، لكن رحيل أوباميانغ أوقف رحيله، على الرغم من أن وضعه في برشلونة لم يتحسن. المهاجم الهولندي يرغب في إنهاء عقده لاختيار وجهة في صيغة مماثلة لتلك التي كانت في الصيف، عندما طلب إلغاء عقده للمغادرة. وفي إنجلترا يتحدثون بالفعل عن اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام كثيرا بمستقبله، وسيدخلون في عرض طالما غادر اللاعب بدون تكلفة. في برشلونة هم أيضا مع العمل على السماح له بالذهاب للحصول على رقم آخر متاح في سوق يناير. مونفيس جاء إلى برشلونة على يد كومان، لكن وصول تشافي هرنانديز والتعاقدات الهجومية تركته مع فرصة قليلة. وهذا الصيف أبلغه نادي أنه مستعد وتفاوض على توقيعه مع جيفونتيس، لكن كل شيء انهار بسبب المطالبة المالية. والآن يبدو أن لاعب واضح أنه يجب أن يستأنف مسيرته خارج برشلونة، ولن ينتظر حتى يونيو، وستكون كأس العالم بمثابة عرض يمكن أن يجد فيه عروضا رائعة إذا قدم أداء جيدا مع هولندا. في الأسابيع الأخيرة كان هناك بعض الجدل مع مونفيس بسبب عدم ارتياح النادي في شفائه، حيث لم يلعب لاعب كرة القدم أي مباراة في الأسابيع الأخيرة، وسيكون مستعدا لكأس العالم في أفضل الظروف. وانفجر لاعب كرة القدم عبر الشبكات للدفاع عن احترافه، لكن الحقيقة هي أن برشلونة لا يملكه وسيحاول إنقاذ جزء من راتبه من هنا حتى نهاية الموسم. ليفاندوفسكي مهدد بخسارة قمة الليغا. ليفاندوفسكي قد يغيب عن أتلتيكو. ستكون هذه هي المباراة الثانية بعد كأس العالم، وقد يتعرض لما يصل إلى 3 مباريات إيقاف، واحدة للطرد واثنان ازدراء الحكام عندما غادر مع سابقة قريبة لأرييل مونتيل في ديربي إشبيليا. قد يكون لرد فعل روبرت ليفاندوفسكي بعد طرده الليلة الماضية في بامبلونا عواقب مهمة للمهاجم البولندي ونادي برشلونة لكرة القدم. رد الفعل الذي ذكره الحكم جيل مانزواني في سجل التحكيم حوادث أخرى بمجرد طرده، وعندما كان متجها نحو الخروج من الملعب قام اللاعب مرتين بإيماء لرفض قرار التحكيم، والتي تكون في وضع إصبعه على أنفه ثم يشير بإبهامه نحو الحكم. وعندما كان على وشك مغادرة ميدان اللعب كرر الإشارة مرة أخرى نحو الحكم المساعد رقم 1 وأمام الحكم الرابع. سنرى الآن ما تقرره لجنة المنافسة حول هذه البادرة من المهاجم البولندي، ويجب أن يتم تنفيذ مباراة واحدة للإيقاف بالتأكيد، وهذا سيمنعه بالتأكيد من لعب ديربي كاتالونيا الذي من شبه المؤكد أنه سيقام في 31 من ديسمبر. مبدئيا سيتعرض ليفاندوفسكي للإيقاف لمباراتين أخريين بسبب ازدراء الحكم وفقا للمادة 124. خيار آخر هو أنهم يصفون رد الفعل هذا بأنه مخالف للترتيب الرياضي، وفي هذه الحالة سيكون في مباراة واحدة أخرى ومجموع مباراتي عقوبة. في كلتا الحالتين وبما أنهما عقوبتين طفيفتين فيستعين عليه دائما الامتثال في نفس المنافس، بمعنى آخر في الدوري. ولن يؤثر ذلك أبدا على كأس الملك أن يبدأ برشلونة اللعب في الأيام الأولى من شهر يناير. هذا يعني أن روبرت ليفاندوفسكي سيغيب بالتأكيد عن ديربي كاتالونيا في نهاية عام 2022 وبعد كأس العالم. لكن في الوقت الحالي وما لم تعاقبه اللجنة فقط بسبب الطرد، فإنه معرض لفقدان المباراة ضد أتلتيكو مدريد المقرر إجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير. في حالة الإيقاف 3 مباريات سيكون المهاجم قادرا على اللعب في كأس السوبر الإسباني نصف النهائي والنهائي، وسيخضع للمباراة الثالثة في المباراة ضد خيطافي في 22 من يناير.
في هذه الحالة لم يلعب في الدوري مرة أخرى حتى 29 من يناير في ديربي كاتالونيا الآخر ضد جيرونا.